أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات أطبخ مع أمو. النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ المحشية بالرز على الطريقة المصرية. هنحتاج فرخة حجمها متوسط، وبنراعي ان الفرخة تكون عند رقبتها مش مقطوع الجلد، لو مقطوع مش مشكلة ممكن ما نحشيش الرقبة. بنحتاج 3 فصوص توم، بصلتين، واحدة مبشورة وواحدة مقطعة. بنرش حوالي معلقة فلفل اسود على البصل كله. احنا بنرش الفلفل الاسود عشان البصل طعمه وريحته ما تتغيرش. بنحتاج ورق لورا وحبهان ومستكة. بنقلب البصل مع الفلفل الاسود كويس. بنحاول نشيل النسيج الضام اللي بيمسك جلد الفرخة بالعضلات عشان نقدر نحشي الفرخة كويس من تحت الجلد. بنصفي الفرخة كويس قوي. عشان نعمل خلطة الحشو بنحتاج معلقة زبدة ومعلقتين زيت. بنحط حوالي نص البصل المقطع وبنرفعها على النار وبنقلبها لحد البصل ما يدبل. بعد كده ممكن نحط له كبد فراخ مقطعه وممكن لا، ممكن تحطوا له مكسرات، تحطوا اللي انتوا عايزين. بنستخدم رز قصير الحبة اللي هو الرز المصري. بنستخدم 3 كوبايات. بنحط بعد كده على البصل حوالي فصين توم مفرومين كويس. بنقلب. بعد كده بنحط حوالي 3 فصوص مستكة وبنقلب كويس لحد المستكة ما تدوب. بعد كده بنحط الرز وبنقلبه على النار. بنضيف معلقة كبيرة ملح ونص معلقة فلفل اسود، نص معلقة كبيرة او معلقة صغيرة فلفل اسود. بعد كده بنصب عليه كوباية مية مغلية سخنة عشان الرز ما يحصرمش. بنقلب ده على النار وبنسيبه يستوي حوالي 10 دقايق. في الوقت ده بنحضر الشوربة. بنحط حوالي 3 لتر مية وبنحط بقية البصل المقطع وقطاية كبيرة مقطعة صغير مكعبات، وبنحط شوية فصوص مستكة وورق لورا وحبهان بنفتحه عشان البذور السوداء اللي جوه هي دي اللي بتدي ريحة الحلوة. بنحط ملح وفلفل اسود، بس ما نكترش فلفل اسود لان اوريدي احنا حاطين في الحشو كتير. بنسويه على النار 10 دقايق ونسيبه يهدى شوية. بعد كده بنبتدي نحشي الفرخة. بنحاول نخلي الحشو ما يبقاش مكبوس قوي، يعني يبقى قليل عشان الجلد الفرخة ما يفرقعش واحنا بنسلقها. أنا بعمل الفرخة هنا بالطريقة التقليدية المصرية. ممكن تعملوه مشوي في الفرن، بس في الحالة دي بتحتاجوا تسووا الرز كويس قوي وتلفوها بورق فويل قبل ما تدخلوها الفرن. بنكتف الفرخة. ممكن تكتفوها بالطريقة دي بجلد الفرخة نفسه أو تربطوها بخيط. بنحشي كمان الرقبة. بعد ما بنحشي الرقبة بنقفلها بتوث بيك اللي هو خلة السنان. بنكتفها كويس عشان تهربش. بندخل الجناحات ورا. بعد كده ممكن عشان الرز ما يخرجش من الفرخة بنقفل الجزء الأسفل بس بورقة فويل صغيرة. بعد ما المية غليت اللي احنا حطيناها على النار
بنحط فيها الفرخة على ظهرها وبنغطيها وبنهدي النار، بنخليها متوسطة أو أقل من متوسطة، وبنسيبها تستوي حوالي 40 دقيقة. ممكن لو فضل رز من رز الخلطة بنسويه، بنحط له مية مغلية برضو على قد كمية الرز. المهم انها يعني تبقى مية قليلة، لان اصلا الرز ده فيه بصل فمبيحتاجش مية كتير. وبنرفعه على نار هادية جدا وبنسيبه يستوي. بعد ما الفراخ اتسلقت بندخلها الفرن لمدة من 40 ل 50 دقيقة لحد ما نوصل للون الذهبي اللي احنا عايزينه. بالهنا والشفا. لو جربتم الوصفة دي إن شاء الله هتعجبكم، وأشوفكم بكرة في وصفة جديدة. باي.